انا جت كده لحظه ذهول، اللي هو قلت ايه اللي انا بسمعه ده؟ حسيت انه ده بتجيب دم يا اما ميه. بص يا برو، انا سمعت ألبوم مروان بابلو كامل. معرفش اذا كنت انت سمعته ولا لا، ولكن عندي ليك مفاجأة حلوة فشخ في اخر الفيديو. وهلا والله يا الخوت، ورجعنا لكم بفيديو جديد اهو. فيديو جديد يا زميلي، فانزل بسرعه اعمل لايك بسرعه، يعني حاول يعني على قد ما تقدر بسرعه. انا مستنيك اهو، ولو مش مشترك اشترك في القناه بسرعه انا مستنيك اهو. معلش بس نسيت اقول لك ان انا طالع في الفيديو ده علشان نستعرض مع بعض تراكات ألبوم مروان بابلو الجديدة، اللي هو المفروض اخر قطعة فنية، ولكن كل اللي هيتقال في الفيديو ده من وجهة نظري انا الشخصية. يعني عادي ممكن اكون سمعت تراك ما عجبنيش، انت سمعته عجبك، ويا ريت برضه تشاركني بوجهة نظرك تحت في الكومنتات. نخش على الالبوم على طول، واول تراك هنبدا به في الالبوم اسمه ميلوديز، اللي انا كنت بقول عليها ميلودوس، بس هي جمع ميلودي بالانجليزي، خد بالك معايا بس. واقع جوه حلم بلوت تويست، كل ما اقول فهمت. تراك كويس والبيت اجمل بكتير من اللي حصل عليه من فلو من ليركس، ولكن على قد ما التراك مدته دقيقتين 21 ثانيه متاكل منه كتير بسبب الكورس، بس بصراحه فيهم كام بار كده اللي هو تخليك تفكر فيهم شويه عشان تركب على الخط مع بابلو برضه، ولكن كاجمالي التراك عجبني بصراحه، فعشان كده هديله 7 من 10. وزي ما قلت لك في اول الفيديو ده كامل من وجهه نظري الشخصيه. معلش هاكد عليك تاني ان دي فعلا وجهة نظري عن الالبوم. بعد ما عرفت اجيب البوم مروان بابلو المتسرب وسمعته كامل، دي كانت وجهة نظري عنه بدون اي كتابة سكريبت. انا حرفيا عامل الفيديو ده وعلى الله فعلى الله بقى. احنا بس بنتبادل وجهات النظر، فانا مش عايزك تتضايق، انا عايزك تشاركني برضو بوجهه نظرك تحت في الكومنتات. اهم حاجه تقول لي بحبك حسن، عشان انا برضو بحبك فشخ والله العظيم. تاني تراك في الالبوم معانا هو اسمه ما اتطفتش. بس كان لازم اركز في الدرس، كان لازم اشوف فين الفرق، كان لازم اشربهم. تراك حاسه غريب بسبب الكواليتي بتاعته، عشان على قد ما انا شايفه مناسب كل حاجه حصلت فيه، من ميكسنج لماستر لبروديوس، على قد ما الحلقه نفسها مش واصلالي. عارف انت لما تتفرج كده على مسلسل درامي، المسلسل الدرامي ده لو انت شايف قدامك واحد بيعيط وبيقول صعبانيات، انت مش هتحس بيها غير لو المزيكا لمساك، المزيكا اللي هي الباك جراوند. انت فاهم التشبيه عامل ازاي ولا لا؟ لكن مش من التراكات اللي ممكن تتعاد كذا مره، وعشان كده انا هدي تراك ما اتطفتش 5 من 10. تالت تراك في الالبوم واسمه المسرحيه. رحت للمر عشان اشربه، بطلت اتوقعهم يفضلوا، ما لاقيش حد في اللي بيختاروا. او ده تراك من المتوقع من بابلو قوي، لان بابلو من ساعه ما رجع من الاعتزال هو عمال بيحكي بس في قصه واحده، بيشكلها لك في كذا تراك: غدر الصحاب وخيانه وقله تقدير وغزني في ظهري ونغزته وهاخد ده حقي ومعايا فلوس وانتوا لا، او الحاجات دي انت فاهم الحاجات دي. لكن بصراحه والشهاده لله التراك فعلا ما فيهوش غلط من كل شيء، وحرفيا تراك تسمعه اكتر من مره عادي، كل مره هتسمع التراك فيها هيعجبك اكتر من المره اللي فاتت. في جزء من الفيديو ماتيريال خربان، فانا اديت تراك مسرحيه 8 من 10. رابع تراك في الالبوم يا زميلي وده اسمه ليليا، والتراك ده من غير كلام كتير انا عامل عليه رياكشن، فانت لو فايتك الرياكشن او لو ما شفتش الرياكشن اللي انا كنت عامله على التراك ده، فانت هتلاقيه في الاي اللي فوق، يعني فادخل بص عليها كده من يعني هتلاقيه هنا اهي. خامس تراك في الالبوم هو اسمه اتلي بس. اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب، ضحكوا عليك. بصراحه حاسس الكلمه دي مغربيه بسبب الفيتشر. بص يا برو، الغرض من الفيديو ده ان انا من بعد ما سمعت ألبوم مروان بابلو كامل كنت حابب اسمعهولك واقول لك عنه برضو وجهة نظري. فانا اتفاجئت بصراحة لما لقيت معظم الفيديو خربان، حوالي 55 دقيقة كاملين الماتيريال خربان في الفيديو، فعلى الاقل قدرت اعرض لك شوية من تراكات ألبوم مروان بابلو. ولو عايز تسمع الألبوم كامل حرفيا هتلاقيه مثبت في اول كومنت لينك التحميل من ميديا فاير. مفيش امل من كده عشان ما تقولش بس ان انا بحملك فيروسات ولا بحملك على الحاجات دي. فانا كل اللي محتاجه منك ده لو عملت لك خدمه ان انا جبت لك ألبوم مروان بابلو، انك تعمل لي لايك وتعمل لي سبسكرايب وتعمل لي الحاجات دي، وتكتب لي تحت في الكومنتات عايز نعمل رياكشن عن مين في الفتره اللي جايه. وبحبك والله العظيم. سلام.